السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المتابعين. مرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الجديدة الخاصة ببلادنا المغرب، والتي سنقوم من خلالها برصد أحوال الطقس في بلادنا خلال الأيام المقبلة. كذلك سنحاول بإذن الله ذكر المناطق المعنية بأمطار الخير في هذا التحديث للنموذج الأوروبي. إذن قبل البداية في هذه النشرة، فإن مديرية الأرصاد الوطنية قد حذرت يوم أمس من أمطار عاصفية وثلوج كثيفة بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل إن شاء الله. وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي نزول تساقطات مطرية محليا قوية مقاييسها ما بين 30 و 60 ملم بطنجة وأصيلة والعرائش والحسيمة والفحصنجرة وتطوان وكذلك وزان وشفشاون، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء على الساعة 11 صباحا وإلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 6 صباحا، وبمقاييس ما بين 25 و 40 ملم لكل منتازة إفران صفر، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء على الساعة 12 صباحا وإلى غاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم. وأفادت المديرية أن ستكون هناك هبوب رياح قوية نسبيا تتراوح سرعتها ما بين 60 و 75 كيلومتر في الساعة، مرتقبة بالريف والأطلس المتوسط والشرق. وأضافت المديرية العامة أن تساقطات ثلجية كثيفة على ارتفاع 900 متر من مستوى اليقظة البرتقالي يتراوح سمكها ما بين 30 و 60 سنتيمترا ستهم مناطق إفران وصفرو وبولمان وخنيفرة برسيف وتازا، ويتراوح ما بين 10 و 30 سنتيمتر للحسيمة وميدلت وتاوريوت وجرادة وابن ملال وأزيلال وتنغي، ذلك ابتداء من يوم الأربعاء على الساعة 12 صباحا وإلى غاية يوم الخميس على الساعة 6 صباحا. إذن خلال هذا اليوم وكما تشاهدون أجواء ممطرة ولله الحمد على المناطق الشمالية للمملكة وعلى مناطق الريف وأقصى المناطق المتوسطية وكذلك على السواحل الأطلسية الشمالية، مع هبوب رياح قوية من القطاع الغربي على الشرقية وكذلك على الواجهة المتوسطية خلال منتصف النهار هذا اليوم. وستستمر الأجواء الممطرة والعاصفية على مناطق تطوان، كذلك على طنجة وأصيلة والفحصنجرة وشفشاون وكذلك أكنون وتاونات ووزان وسيدي علال التازي. ستبقى الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى خلال زوال هذا اليوم، ويتوقع بإذن الله أن تكون الأجواء ممطرة على المناطق الشمالية كما هو موضح أمامكم على تطوان وطنجة وأصيلة والمضيق والفنيدق وكذلك شفشاون ووزان وكذلك سيدي علال التازي وتاونات وأكنول وبعض القطارات على الرباط والدار البيضاء. ويتوقع بإذن الله أن تكون الرياح قوية بالمنطقة الشرقية بالجنوب والشرقي والواجهة المتوسطية خلال مساء هذا اليوم، ويتوقع بأن تكون الأجواء ممطرة وعاصفية على مناطق باب برد وكذلك على تاونات وعلى سيدي علال التازي، وأمطار معتدلة على الرباط والدار البيضاء والعرائش وكذلك تطوان وأصيلة. ومن المحتمل أن تصل لمدينة الجديدة، وممكن أن تصل بعض القطارات على المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطة خلال منتصف هذه. إذن أمطار وزخات غزيرة وقوية متواصلة بإذن الله على بلادنا المغرب وعلى الواجهة المتوسطية والريف وكذلك على السواحل الأطلسية الشمالية للمملكة، مع استمرار قوي بالمنطقة الشرقية خلال صباح يوم غد الأربعاء 18 من شهر يناير. فإنه من المتوقع بأن تكون الأجواء ممطرة على مناطق الرباط والمحمدية والدار البيضاء وسطات وبرشيد وجديدة وسيدي بنور بن سليمان والماس والخميسات والرباط وكذلك سيدي سليمان ومكناس وفاس وإفران وتالا وتازا وتاونات وكذلك أكنول وشفشاون وتطوان، كذلك بعض القطارات على مناطق بركان ووجدة وتاوريوش وكذلك الحسيمة. ويتوقع بإذن الله أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح قوية بالمنطقة الشرقية وثلوج أيضا على مرتفعات الأطلس. إذن أمطار وزخات متواصلة بإذن الله على المنطقة الشرقية وعلى الواجهة المتوسطية وعلى مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، كذلك على مناطق السيس واللكوس، مع تساقط الثلوج الكثيف على الأطلس وقوية بالمنطقة الشرقية خلال منتصف نهار يوم الأربعاء. أمطار وزخات رعدية غزيرة وقوية على مناطق وجدة، كذلك على جرادة وكذلك على بوكان والناظور والحسيمة، وكذلك على إساقن وتطوان وشفشاون
ووزان، وكذلك تاونات وتازا، وكذلك فاس ومكناس وبن سليمان، وأمطار حاضر على الرباط والخميسات، وأمطار على بن سليمان وونماس وخنيفرة وإفران، وكذلك بن ملال وقلعة الصراغنا. ويتوقع أن تصل إلى بن ملال وتساقط تروج كتيف على مرتفعات بن ملال، وكذلك ميدلت وخنيفرة، وكذلك المرتفعات وكيمدن. وأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى خلال زوال يوم الأربعاء. أمطار وزخات متواصلة بإذن الله على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، على المنطقة الشرقية، وكذلك على المناطق السيس، مع تساقط ثلوج كثيفة خاصة على مرتفع الأطلس وكذلك مرتفعات الريف. خلال مساء يوم الأربعاء يتوقع أن تستمر الأجواء الممطرة والغزيرة بإذن الله على هذه المناطق وكل المناطق التي باللون الأزرق أمامكم. وأمطار ستكون على تازا وفاس ومكناس وخميسات، وكذلك والماس والرماني وإفران، وكذلك على خنفرة وابن ملال. وتساقطات ثلجية كثيفة متوقعة مساء يوم الأربعاء بإذن الله على مرتفعات أزيلال، وكذلك ابن ملال، وكذلك مرتفعات ميدلت وخنيفرة وإفران، ومرتفعات تازا، وكذلك ستهم أيضا مرتفعات تيوريوت. وأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى خلال يوم الأربعاء. ويتوقع أن تكون الأجواء قادمة على المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع نزول بعض القطرات المطرية الضعيفة والمتفرقة. ويتوقع بأن تساقط الثلوج سيستمر على مرتفعات الأطلس يوم الثلاثاء والأربعاء، وكذلك سيستمر إلى يوم الخميس 19 من شهر يناير. من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة على المنطقة الشرقية وعلى مرتفعات الأطلس، وبعض القطرات الضعيفة والمتفرقة كذلك مرفوقة ببعض الثلوج خلال منتصف نهار يوم الخميس. أجواء مستقرة وصافية بجل المناطق. وفيما يخص التفاصيل بيوم الجمعة، من المتوقع أن تكون الأجواء أيضا مستقرة وصافية بجل مناطق المملكة خلال صباح الجمعة ويوم السبت 21 شهر يناير. من المتوقع أن تعود الاستقامة بعد التساقطات الضعيفة بالمناطق باللون الأزرق كما هو موضح أمامكم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ودمتم في حفظ الله ورعايته.